السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. كتيبان لكم في الصورة غادي نوجدوا أكلة اللي هي سهلة وسريعة والأهم فيها أنها لذيذة لذيذة وبدون تعب وبدون مواعين كثيرة. نتمنى إن شاء الله أنكم تكملوا الفيديو حتى الأخير، ويلا نشوفوا الطريقة والمقادير. وما تنساوش اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس امرا، جزاكم الله خيرا. هنا غادي ندوزو المقادير والطريقه في نفس الوقت. هنا عندي في واحد القالب اللي غادي يدخل الفرن. قطعت البصله الى شرائح اللي هي رقيقه رقيقه بزاف، لازم تكون رقيقه بزاف باش تساعدنا دغيا الطيب. وغادي نفرش فوق من البصله شرائح نتاع البطاطا دوائر اللي هي مقطعه رقيقه رقيقه بزاف، حتى هي ضروري انها تكون رقيقه هنايا على باش طيب كما قلت لكم مع البصله، باش دغيا تجينا سهله في الطيابه وطيب دغيا. وهنايا كملت الكميه نتاع البطاطا اللي كاينه عندي، فرشتها فوق البصله وغادي نرش عليها القليل من الملح والقليل من الابزار. وهنايا فوق من البطاطا غادي نزيد شرائح من صدر الدجاج او شرائح من صدر لدان اللي موجود عندكم. هنايا غادي نقطعو الى مربعات متوسطه وغادي نفرشو فوق هاد البطاطا اللي كاينه عندي. فواحد الزلافه غادي نصاوبوا واحد لاصوص اللي غادي ترافق هاد الطبق نتاعنا. هو عندي زوج ديال البيضات، غادي نزيد عليهم واحد 3 حتى ل 4 نتاع الفرماج مثلث، وغادي نزيد معهم واحد الياغورت مسوس مع القليل من الابزار والقليل من الملح. وغادي نقرب الكل مزيان مزيان حتى غادي يتجانسوا العناصر مع بعضياتها. وغادي نجيب ديك لاصوص غادي نخويها فوق الطبق نتاعنا كما تيبان لكم، حتى غادي نفرغ ديك الكميه كلها اللي صوبنا. غادي نغطي الطبق نتاعي بالورق قابل للطهي، وغادي نزيد نغطيه من الفوق بورق الالومنيوم، وغادي ندخل الطبق نتاعي الفرن على درجه متوسطه باش غادي يطيب ليا الخضره نتاعنا. وهنايا من بعد ما طابت ليا الخضره مزيان مزيان، خرجت الطبق نتاعي، حيدتلو داك الكاغيط ديال بابي الومنيوم مع ورق قابل للطهي، وغادي نرشو بالقليل من الفرماج وغادي نعاود نردو. غير غادي يذوب داك الفرماج على الوجه ويتذاب الوجه نتاعو صافي، وغادي نخرجو باش نقدمو. وهذا هو الطبق نتاعنا او الاكله او الوجبه، كل واحد كيف بغا يسميها. المهم وهي المذاق واللذه نتاعها. نتمنى ان شاء الله ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. وشكرا لكم وعلى المتابعه ديالكم، والى اللقاء حتى الوصفه اخرى ان شاء الله مع الجديد.